المسخن الفلسطيني باللمسة المصرية، طبق خطير. طريقته مختلفة جدا في التقديم، والطريقة كمان سهلة جدا، مش بياخد وقت خالص في التحضير. فراخ دايبة مع بصل متكرمل، حاجة كده خطيرة. طبعا انا ما عملتوش بالطريقة الاصلية، انا حطيت التاتش بتاعي. بجد ده احلى طبق ممكن تاكلوه، ينفع قوي في العزومات. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هجهز محلول نقع الفراخ، ربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الملح، وكمان بقى ورقتين من اللورا والحبهان وشرايح ليمون، واحط عليهم لتر ميه وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وهنقع فيهم فرخه كامله مقطعاها 4/4، وبسيبها ليله كامله في المحلول ده. يا جماعه بجد بيقضي على اي زفاره او اي ريحه مش مرغوب فيها، وكمان بيخلي الفراخ تستوي بسرعه، واللحمه بتاعتها تبقى طريه وجوسي كده وحلوه قوي. وده شكلها بقى تاني يوم. شايفين الميه لونها اتغير ازاي؟ هاخدها بقى هشطفها شطفه بسيطه تحت الميه، وهنشفها كويس جدا من الميه، وهعمل لها فتحات كده بسيطه بالسكينه عشان اتاكد ان التتبيله وصلت ليها كويس جدا. بس كده والفراخ بقت جاهزه عندي. تعالوا بقى نشوف الخطوه الجايه. عندي كيلو من البصل الاحمر متقطع شرايح بالشكل ده، وما تستغربوش ان هو كيلو، علشان الاكله دي الاساسي فيها البصل الكتير. هزود عليه ملح. انا حطيت معلقه ونص كبيره من الملح، ممكن تحطوا لحد معلقتين كبار من الملح، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من البابريكا، وكمان 4 من الحبهان، و4 كده من ورق اللورا. واهم حاجه فيه بقى ربع كوبايه من السماق، وده مهم جدا واساسي في الوصفه. وكمان معلقتين كبار من دبس الرمان. دبس الرمان مش اساسي فيه، بس بجد بيدي طعم حلو قوي. وكمان ليمونه كامله، ونص كوبايه من زيت الزيتون، وبجد اساسي برضو في الوصفه. تقدروا تحطوا طبعا الزيت العادي، بس طبعا الوصفه الاساسيه بيتحط فيها زيت زيتون وبكميه كبيره. انا حطيت نص كوبايه، وممكن تحطوا اكتر كمان. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا، وكده البصل بقى جاهز عندي، ريحته تحفه. هنزل بقى بالفرخه بتاعتي على التتبيله التحفه دي، وهتبل الفراخ بايدي كويس جدا. اتاكد يا جماعه ان كل الفراخ وصل لها التتبيله حلوه قوي، ومن تحت الجلد وكل حاجه. بمنديل كده همسح الاطراف لو جه عليها اي حاجه من التتبيله، وهغطيها بقى بورق زبده الاول، وبعد كده هغطيها بالفويل. ولازم اغطيها كويس جدا. بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، ولازم الفرن يكون سخن قبل ما ادخلها. هدخلها نص ساعه، وبعد كده هطلعها اقلبها الناحيه التانية، وادخلها نص ساعه كمان. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اطلعها بعد نص ساعه التانية، هقلبها تاني علشان افتح لها بقى الشوايه علشان تاخد لون حلو كده من فوق. يعني هي بتاخد تقريبا من ساعه لساعه وربع، وهتبقى بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى البصل اتكرمل، والفراخ نزلت الدهون بتاعتها بقى مع زيت الزيتون والسماق ودبس الرمان. حاجه كده تحفه بجد، ريحتها كانت خطيره. هبتدي بقى اشيل الفراخ كده من البايركس على جنب، وتعالوا بقى اوريكم احلى حاجه في الطبق. طريقه تقديمه تحفه. طبعا الطبق ده بيتقدم مع خبز الطابون الفلسطيني، وطبعا ده مش متوفر عندنا في مصر. فانا استخدمت العيش البلدي اللي انتوا شايفينه ده، لقيته في السوبر ماركت وكبير كده وشكله، قلت هيبقى حلو قوي في التقديم، وحط كمان التاتش المصري بتاعي. فبجيب العيش وبدهنه بالدهون اللي نزلت من الفراخ كده، واحط عليه كميه حلوه من البصل، وهبتدي ان انا احطه تحت الشوايه يتقرمش كده شويه. انا عملت طبقتين من العيش، تقدروا تعملوا 3، تقدروا تعملوا 4 زي ما انتوا عايزين. انا حسيت ان طبقتين او 3 هيبقى كفايه قوي. وبعد كده بنحط عليه الفراخ بالشكل ده، وزينته بقى باللوز المحمص، وكمان شويه من الرمان والبقدونس. وادي بقى شكل الطبق النهائي. شايفين بقى شكله يفتح النفس ازاي؟ كفايه الوانه وريحته وكل حاجه فيه، هيبقى شكله حلو قوي على السفره في اي عزومه. غير ان هو طريقته سهله جدا. هناخد بقى قطعه من العيش المحمص اللي شارب من تتبيله البصل، ومعاه قطعه كده من الفراخ الدايبه، وشويه من البصل المتكرمل. حاجه كده بتدوب في البق. طريقه مميزه جدا للفراخ وتقديمها وكل حاجه. تحيه فعلا لكل اهل فلسطين على المسخن الفلسطيني التحفه ده. بجد حلو جدا، هيعجبكم قوي. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.